بالنسبه للثانويه الازهريه برضو تقريبا نفس فيديو الثانويه العامه بس الفيزياء. طيب اول حاجه ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. برضو الفيزياء هيكون طالع منها ناس الامتحان صعب وجاي من المريخ ومش عارفه ايه، وناس هيكون الامتحان كويس وحلينه. فبرضو الناس الكويسه دي في جنب، والناس اللي ما حلتش كويس تيجي هنا كده. الامتحان خلص، الامتحان خلص. انت باقي لك ثانويه ازهريه انت بالذات مواد كتير، يعني مش هتوقف نفسك على امتحان فيزياء. فاول حاجه الامتحان لو هو صعب فهو صعب على مستوى الجمهوريه كلها، واكيد التنسيق هيقوم نازل. تمام؟ فانت مش هتوقف نفسك على امتحان عشان في تنسيق، ما تنساش ان في تنسيق. فهو لو الامتحان صعب فالتنسيق هيقل، فحالك حال جمهوريه كامله. تمام؟ حالك حال جمهوريه كامله. اعمل ايه؟ خلاص سلمت ورقه الفيزياء، ارمي اخش على التوحيد. طيب بالنسبه للتوحيد بقى هقول لك كام حاجه كده، الفيديوهين مع بعض عشان ما تطلعش زي الفقه وتقول اصل كان في حكم جايبه ما بين السطور وكان عايز كلام كتير جدا وانا ما كنتش متوقع ان هو يجيب حاجه زي كده. انت ما تتوقعش. شوف، انت بعد امتحان الفيزياء ده جايب لك فاكهه كده اسمها التوحيد، بس ايه؟ فاكهه جواها سم كده صعب قوي. التوحيد كتاب قد كده اهو، قد كده. بص انت هتلمه في يوم، يعني انت لو عايز تنام النهارده فانت هتلمه بكره. تمام؟ تمام. خد بالك من الاحكام قوي 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 قوي. خد بالك من اسماء العلماء بيحبها قوي في امتحانات التوحيد. احفظ من الجلده للجلده، ما تتوقعش. كل اللي انت عليك تعمله في امتحان التوحيد تذاكر الدرس، ماما بابا اخوك سمع عليه. مش محلش امتحانات، فضيت حل، ما فضيتش مش مهم. المواد الشرعيه دي عندك من الجلده للجلده، حد يسمع لك، يعني مش هيأثر عليا لو انا ما حلتش امتحان. احفظ، ولو أثر عليك تعالى لي. تمام؟ تمام. ليه بقول لك؟ عشان ما تحطش في دماغك اللي انت تحل امتحانات وتسيب الحفظ وتسيب الاهم. فلا، اول حاجه كده هتبقى حافظ من الجلده للجلده، من الجلده للجلده. تاني حاجه والله خلصت، وهو هيخلص اصلا يعني، وخصوصا الناس المذاكره قبل كده 3 ساعات 4 ساعات هيكون خلاص التوحيد ده. هتقوم تعمل ايه؟ يلا يا عم حل امتحان 2، ما تزودش عن كده، يعني ما ترهقش نفسك. راجع تاني احسن، راجع تاني احسن. تمام؟ تمام. يبقى انت عندك امتحان التوحيد هتعمل ايه؟ هحفظ من الجلده للجلده. في حكم في النص كده ما تقولش مش هيجي، حكم طويل ما تقولش مش هيجي، اسماء الشيوخ، اسماء الناس اللي موجودين عندك، اسماء المفسرين، تحفظهم تحفظهم تحفظهم. هيجيبهم لك زي ما جابهم لك في امتحان الفقه. بس امتحان التوحيد لو رخم بيرخم اكتر، مع ان الكتاب قد كده اهو، قد ما فيهوش حاجه. تمام؟ يلا اتمنى لكم كل التوفيق. وانا عايزه اقول حاجه اخيره، والله حتى الناس اللي ما بدأوش توحيد قبل كده يقدروا يلموه في الليله ونص دي. يعني لو انت بالمناسبه لو انت جيت تذاكر لقيتك ناسيه ما تحبطش، ده توحيد، ده توحيد. واحده واحده، واحفظ وسمع لحد، احفظ وسمع لحد. نص النهارده ونص بكره. اعمل كده ليميت لحد العصر، ولا بلاش اقول ليميت عشان لو ما حققتوش ما تحبطش. بس اتمنى لكم التوفيق، واتمنى يا رب ان انتوا تخلصوا الامتحانات دي على خير. انا عارفه ان انتوا زهقتوا، بس خلاص الحكايه بتخلص، يعني خلاص اقل من شهر. اتمنى لكم التوفيق. اقل من شهر ايه؟ 20 يوم. اتمنى لكم التوفيق يا رب، اتمنى لكم كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.